بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايتنا النهارده مع قديس جميل. هو القديس فيليمون الزمار، وهو كان قديس عظيم. والنهارده حكايتنا معاه جميله. امر الوالي اريانوس والي انصنة بالقبض على كل مسيحي، وفعلا نجحوا انهم يقبضوا على 37 منهم ويعذبوهم عشان يبخروا امام الاوثان، وعشان يقدموهم المحاكمة قدام الوالي. وكمان كانت آلات التعذيب والترهيب قدامهم دايما. ومن ضمن اللي اتقبض عليهم شماس اسمه أبلونيوس، لكن لما شاف آلات التعذيب والترهيب خاف وتراجع، وجه في باله حيلة ان هو يروح يتفق مع ماهر في التزمير. هو اسمه القديس فيليمون، وكان ماهر جدا في العزف، وكانت الناس تحبه كتير لان عزفه كان ماهر جدا. وانه يروح بداله ويحط الشال عليه وما يبانش ان هو بدل الشماس. وعشان يغريه اكتر اداله 4 قطع من الذهب، واتفق معاه انه يروح للوالي ويبخر الاوثان بداله. وبالفعل وافق قديسنا على كده، وحط الزمارة بتاعته وخد الرداء بتاع الشماس وراح بيه قدام الوالي. ففعلا محدش عرفه ان هو بدل الشماس ده. ولكن فجأة حس بنعمة ربنا اشتغلت فيه، وحس ان ربنا اله الكون هو معاه، فصرخ وقال انا مسيحي انا مسيحي، ورفض التبخير للاوثان واعترف امام الوالي ان هو مسيحي. فاخذوا الالات التعذيب والمحاكمه، وفكر في الوالي انه يخليه يسمع اصوات على المزمار حزينه عشان يتاثر بيها ويقبل العروض اللي هم بيعملوها معاه. لكنه بحث عن العازف فيليمون عشان يجي يدور عليه، لكنه ملقاهوش في كل مكان. فنادى اخوه ان هو يجي يبحث مع الجنود عن اخوه، لكنه ملقاهوش. فلما شال الرداء من عليه اخوه قال هو ده فيليمون الزمار. فاستعجبوا ازاي ده، وفعلا قال له هي دي الحقيقة، انا فيليمون الزمار، انا اللي بدل الشماس. لكنه استعجبوا قوي من اللي حصل دوت. وقديس فيليمون قال له اعمل ما شئت، لكني انا نعمة ربنا غمرتني وغيرتني، واللي في ايدك اعمله، لكن انا هفضل مؤمن بالسيد المسيح. فكر الوالي انه يأذيه ويقتله، لكن عرف ان البلد كلها بتحبه وبتحب عزفه ومتعلقة بيه كتير، فخاف شوية وتردد. وهو بيصلي في السجن طلب من ربنا انه ينول نعمة المعمودية، وان ربنا وبالفعل ربنا استجاب لي وخلاه ينول نعمة المعمودية، في حين انه اختفى من قدام الوالي بتاع 10 دقايق كده او ربع ساعة، ورجع تاني في نفس المكان. فاستعجبوا الحاضرين من قدرة ربنا معاه، وحب يضايقوا زيادة الوالي. فقال له ان احنا هنكسر الفن بتاعك وهنحرمك من الزمار بتاعك. فراح طلب من ربنا ان تنزل كرات نار وتحرق الآلات الموسيقية دي بما فيها المزمار بتاعه. وفعلا ده اللي حصل، نزل كرات نار من السماء وحرقت المزمار بتاعه عشان ما يكونش فيه بديل لحب المسيح معاه. وبالفعل كمل تعذيب فيه، وأمر ان هو يتعلق بالمقلوب على المركب وفضل هو يصرخ لإله ويصلي. فكان السهام اللي بتتحدف عليه بتيجي بعيد عنه في الهواء، وحتى لما الوالي حب يتفرج عليه السهم من دول جه في عينيه، فقلع عينيه في نفس الحال، فقعد يصرخ عيني عيني. فالقديسنا العظيم قال له ان بعد تنياحه ان التراب اللي حوالين جسده هيشفيه ويعمل زي الطين ويحطه على عينيه، هيتفتح عينيه في الحال بأمر من ربنا يسوع. وفعلا أمر بجنوده بقطع راسه، وفعلا نال الشفاء في نفس اللحظة وفتحت عينيه فآمن برب يسوع. وفعلا كلهم آمنوا بربنا حتى الجنود. بركة صلواتهم تكون معانا ومعاكم امين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين. يفرح ربنا دايما، يفرح قلبكم بكل غالي. واذكرونا دايما في صلواتكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك الحلو من ايديكم. بركة القديسين تكون معاكم ومعانا امين. وبركة امنا العذراء اولا واخيرا. واذكرونا دايما يا رب في صلواتكم.